السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة طريقة فراخ بانيه سهلة وسريعة وصحية بقى من غير قلي وكده. هنحط معلقة بهارات فراخ، أي بهارات عندنا. هنزل بمعلقة صلصة، حط كمان بصلة مبشورة. أنا مش عايزة أقلي علشان تكون خفيفة وتكون صحية. طبعا التوابل كده كده احنا بنحطها يعني حسب الرغبة، عايزين تغيروا في التوابل براحتكم طبعا. هحط هنا معلقتين صويا صوص، لو في عندكم اوكي، مفيش هنحط معلقة خل، او هننزل بمعلقه ماستر صوص لو فيه. هحط رشه فلفل اسود، وهحط ملح بسيط جدا، ولو ما تحطوش دلوقتي يكون افضل، علشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها وهي بتستوي وتنشف. تمام، يعني دايما خلوا الملح ده ممكن بعد السوا كمان. انا حطيت حاجه بسيطه جدا وقلبت اهو كل ده مع بعض. وبعدين هحط بقى معلقتين زيت علشان تحمر الفراخ كده وتبقى حلوه. يعني حتى الاير فراير بتحتاج ان لازم يكون فيها رشة زيت بسيطة. الزيت طبعا بيدي الوش المحمر ده، يعني لو حطينا من غير زيت لا مش هتبقى بتلمع لا سواها مش هيكون حلو. هنحطها بقى في الاير فراير ونسويها. انا بسويها بدي كل وش تقريبا 5 دقايق مش اكتر، على اعلى درجة حرارة. لو ما فيش اير فراير مش مشكلة، هنرصها في صينية على شبكة وهنحطها تحت الشواية بالظبط تستوي. مش هنفتح الفرن من تحت خالص، شواية فقط. تمام، برضه هنقلبها، هتقعد تقريبا 10 دقايق في الوش الاولاني، وبعدين هنطلعها ونقلبها. هتقعد 10 دقايق الوش التاني، بس في الاير فراير عشان هي بتبقى يعني سخنة جدا، فكفاية جدا ال5 دقايق لكل وش. تمام. إيه، لو عايزين تسووها وش واحد هتقعد طبعا 10 دقايق كاملة، هتلاقوا وش محمر قوي والوش التاني ابيض شوية اللي هو بيبقى من تحت، بس بيبقى مستوي برضه وبتبقى طرية وكل حاجة. تمام. لكن انا بحبها تكون محمرة من ناحيتين، فبالظبط بدي 5 دقايق بس لكل وش علشان ما تبقاش ناشفة. انا اهو هحطها بقى في الاير فراير، هعمل اعلى درجة حرارة وهتقعد معايا. انا ظبطتها على 10 دقايق، بس انا ببقى واقفة يعني كل 5 دقايق هقلبها. وده الوش اللي استوى، بص الوش اللي تحت بقى لسه ما استويش، فانا هقلبه علشان يستوي. احنا كده بعد 5 دقايق بالظبط. هدخله كمان اهو 5 دقايق كمان، وبعدين بقى بعد ما اتحمر ادي الوش التاني، والف هنا وشفا، وما تنسوش تتابعوني.